دنيا فيلالي الناشطة الحقوقية التي ترعب المخزن وتفضح محمد السادس هربت من بطش البوليس المخزني والممارسات الشنيعة لجهاز مخابرات المخزن في تعامله مع المعارضين للملك محمد السادس. اليوتيوبرز المغربية أحدثت زلزالا داخل القصر الملكي واستطاعت في وقت وجيز من تصدر ترند يوتيوب بعد أن جمعت عدة ملايين مشاهدة لفيديوهاتها تقوم بالتعليق على الأوضاع المزرية في المغرب وكشفت الفساد والقمع الذي تنظمه العائلة المالكة بالرغم من إمكانياتها المتواضعة، إلا أن بث برنامجها يرعب حراس المخزن. النشاط المكثف لدنيا فيلالي عبر اليوتيوب وفتحها للنظام الملكي الاستبدادي جعلها عرضة لتهديدات بالتصفية من طرف مخابرات المخزن. تعرفوا باللي الهجمة الشرسة التي أتعرض لها من طرف الدولة المغربية والمسيرين ديال الدولة المغربية. وقالت فيلالي إن الدولة البوليسية تهددها وتتوعدها عن طريق مرتزقة المخزن. لم تستسلم دنيا فيلالي أمام الممارسات الشنيعة لنظام محمد السادس، سافرت إلى الصين هربا من تهديدات البوليس المغربي، إلا أنها لم تسلم من هذه التهديدات، فقد تسلمت دنيا فيلالي رسالة على حسابها في الانستغرام أبلغوها فيه أنه تم بث فيديو يكشف عنوانها في الصين وموقع شقتها، وتم نشر الفيديو في مجموعة متكونة من 500 مغربي، واستعملوا فيه مصطلحات مشفرة تستخدمها الأجهزة الأمنية فقط للتعرف فيما بينها، وقاموا من خلال الفيديو بالتحريض على قتلها رفقة زوجها. وتشن المواقع الإلكترونية المغربية حملات تشويه ضد الناشطة دنيا فيلالي وزوجها على خلفية انتقاداتهما للوضع الاجتماعي والحقوقي في المغرب، حيث هددت هذه المواقع بتوجيه من مخابرات المخزن بتصفية الدنيا في حال ما واصلت انتقاد النظام الملكي وتأييد المظاهرات الشعبية المتواصلة بالمغرب المطالبة بإسقاط النظام الملكي المستبد.